السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. في عام 1355 فقدت إحدى الأسر في بريدة ابنا لها أبو 4 سنوات. دوروا وبحثوا عنه، ما خلوا مكان يبحثون ما وجدوه. مرت الأيام والأسابيع والأشهر بل والسنوات حتى فقد أهله الأمل في العثور عليه. بعد 13 سنة كان مجموعة من أهل بريدة رايحين للشام للتجارة، وهم رايحين شمالا نزلوا عند البدع، عند بير البدع، قرية شمال الحائل، وهم يسقون رواحلهم ويشربون ويعبون القرب اللي معهم. كان حول البير مجموعة من الشباب، من يعني الغلمان من دون 20. يوم مشوا من البير، يوم مشت هالمجموعة اللي هم العقالات من أهل بريدة يسولفون. قال واحد منهم، العيال اللي تو عند البير، واحد منهم مو منهم، واحد منهم حضري، الباقيين بدو. قالوا كيف عرفت فلان؟ قال عرف، هذه شغلتي. هو قائف، القائف اللي يعرف بالأثر، يعني يعرف بالشبه، باللون، بمطر رجل. يوم قالها قال والله لا يكون ولد العبيد اللي مفقود انه سنين، ما تحق انه ولد العبيد. قال والله ما قد شفت ابوه ولا شفت احد من اهله عشان اعرف هو منهم ولا لا. قال اذا وصلنا بريده وروني ابوه. وصلوا بريده، اول ما وصلوا راح واحد على طول ونادى العبيد، قال تعال عندي علم لعل الله ينفع به. قال خير ان شاء الله، معنا واحد نخليه يشوفك. يوم جاء وشافه القائف قال والله انسان ما خاب ظني، الولد اللي هناك الحضري اللي اقول لكم حضري هذا ابوه. الابو بغى ينهب الفرحه، معقول ولده حي الى الحين؟ من باتر تذهب هو مجموعه من اقاربه وراحوا وصلوا الى جزباه شمال الحائل. جو القاضي جزباه وقالوا له القصه كيت وكيت وكيت. قال طيب كيف نبي نعرف؟ ما عندنا قائف حنا في جزباه، ما فيه الا اقرب شيء لنا بريده، لكن انتم روحوا دوروا الحين. قال دوروا لعلكم تلقونهم ويصير خير. راحوا يدورون حول البير والمنطقه ذيك الين شافوا هالمجموعه الشباب. وجو يوم اقبلوا وشافوا ابو هالولد. يوم شافها الاب وهو ما يملك نفسه، الله يجزى والدينا الجنه، وينزل ويحضن الولد وهو يبكي. تالله تفتأ وتذكر يوسف. الولد ما يدري شو القصه، مشهد مؤثر. العيال هذول خير علامك، وش فيك؟ قالوا ايش فيني؟ هذا ولدي. قالوا ولدك هذا اخونا. وهم وياه تهاوشوا. الرجال مع خوي من امير جزبه، خوي مثل ما نقول عسكري. صارت هوشه وراحوا العيال ونادوا اهلهم رجال وجو هذا ولدنا وتاخذه. راحوا الامير جزبه. امير جزبه ما عندهم قائف طبعا في المحكمه ولا في الاماره، ما في الا حال على بريده يروحون عندها الملهم ما شاء الله بن حميد، ارسلهم لبريده. جاء الغلام وابوه وطرف من اللي يزعمونهم اللي سارقينه، وصلوا عند بن حميد وصار لغط، جو لهم الضحى وتهاوشوا في مجلس. المساله ما هي بنزاع على ارض على امتار، لا، المساله على فلذة كبد. ارتفعت صوتهم عند الشيخ بن حميد، سكتهم قال لهم تعالوا من العصر اطلعوا الان، الولد خلوه عندي، العصر يصير خير. خذها الشيخ بن حميد عنده في البيت يتغدى معه الولد، بس الشيخ بن حميد والولد. شوف الذكاء، اساله قال له انت وش يسمونك هناك اخوان؟ اذا تهاوش انت وياهم هم ولا غيرهم وش يقولون لك؟ قال يقولون لي الحضري، واحيانا يقول لي اللقيط. قال ايه امك اللي تقول امك. قال هل تقول امك اذا قبلت العيال، يعني قبلتهم وحضنتهم يومكم صار تقبلك مثلهم؟ قال لا. اذا اعطتهم شيء تعطيك؟ قال تعطيني اخر واحد. وسألها أسئلة على هالمنوال. تبين له الشيخ بن حميد أن هذا ولد العبيد. يوم جاء العصر جاء الرجل من بعده بن عبيد، قال هالرجال أنتم سارقين الولد ونبي نعزرك أشد التعزير. يا شيخ حاول ينكر، ما يمكن ما تنكر قدامها الأدلة اللي قال. وقاعدين يرعى الغنم عندكم هناك؟ قال نعم. قال كم سنة رعاها؟ قال 8 سنين. قال تدفع رواتب هال8 سنين دي كاملة ونبي نعزرك، نرفع شأنك الأمارة. خذ ابن عبيد ولدك، الحمد لله اللي رده لك. الله أكبر. وش تصور فرحة ابن عبيد وأهله؟ فقدوه ابن 4 سنوات ورجع لهم أبو 17 سنة. الله أكبر. قصة اليوم كانت طويلة، نكتفي بها، نكمل إن شاء الله في الأيام القادمة. تصوير اليوم كان في استراحة الشيخ منيع العقيل، الله يرحمه أبو خالد، نعم الرجل.